اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الفلفل الالوان الجميل اللي قدامكم ده. طبعا كل الالوان، الفلفل الاصفر والاورنج والاحمر والاخضر زي ما قدامكم كده. ان شاء الله هنخزنه مع بعضنا. بيبقى فيه اوقات الفلفل الالوان ده بيكون رخيص، بيكون كتير ورخيص في نفس الوقت، فببدأ ان انا افرزه واحطه في الفريزر. بيبقى من السنة للسنة عندي. زي ما قدام كده حطيته في الاكياس وهحطه بقى في الفريزر، وعملت بقى كذا نوع منه. نوع للشاورما، نوع للمسقعه، نوع مكعبات كده نحطه على البيتزا، مكعبات صغيره عشان البيتزا طبعا والميني بيتزا. ومتنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. معانا كده الفلفل مغسول كويس، نشفته، كل فلفلايه كده نشفتها بيلمع ما شاء الله زي ما قدامكم كده. وبدأت كده ان انا اجيب، حطيته كده قدامي وجبت بقى الايه قطعه وكازلك. وهنبدأ بقى نعمل الفلفل، نقطعه بقى على الاشكال اللي احنا محتاجينها، زي استعمالك في المطبخ عادي. انا بقى ما بيكون رخيص فبجيب كمية كبيرة بخزنها، فبيكون متوفر عندي. ما بيبقاش في اوانه، بيكون غالي جدا، بيوصل الكيلو 35 جنيه و40 جنيه. فانا انتهزت الفرصة ان هو كان كتير وكان رخيص، فجبت حوالي 6 كيلو. قلت بقى اخزنهم كده يبقوا عندي. يبقى عندي استعمل منهم اول باول. وبدأت كده ان انا افتح الفلفل، طبعا بدأت باللون الاصفر. افتح الفلفل كده واشيل البذور منه. وبدأت ان انا اقطع كده قطع رفيعة خالص عشان الشاورما طبعا ان شاء الله. وبدأت كده حبايبي زي ما قدام كده هنبدأ نقطع شرايح، حطيت الاتنين على بعضهم وهنبدأ بقى نقطعها شرايح. الفكرة دي جميلة جدا. اعملوها بنفس طريقتي، هترتاحوا بعد كده. هتتعبوا يوم وهترتاحوا بعد كده. كل حاجة بتكون جاهزة تحت ايدك في الفريزر، هتكون افضل بكتير. حتى برضو لما تكون الطماطم رخيصة برضو وكتير، حاولوا برضو تخزنوا طماطم صلصة. بتبقى افضل بكتير. بيجي عليها ايام بتكون الطماطم غالية جدا، فبنشتري على قد السلطة وبعد كده اول باول بنسحب من المتخزن من عندنا في الفريزر وهي غالية، بنعمل منها كل اكلاتنا. بدأت كده ان انا اقطع الفلفل الاحمر، هننضفه كده من قلبه ونشيل البذور وننضفه كويس. وهنبدأ بقى نقطعه كده يا حبايبي برضو شرايح برضو زي ما قدامكم كده. جربوا نفس طريقتي هتعجبكم جدا بجد. الطريقة ديت بتغنيكي عن ان انت تشتري كل شوية من بره. في ساعات بتكونش، بتكون يا دوبك ماشية على قد كده، فبتلاقي الحاجة دي في الفريزر لانك انت جايباها ومفرزاها، بتكون افضل بكتير ما تشتري اول باول. حابة تشتري بقى اول باول هتجيبه نص كيلو على قد سلطة او كده، او الاكل كده هتحطيه في ريح الاكل عادي مفيش مشكلة. انما لما يكون متخزن عندك طبعا في اوان، مش في اوانه، هيكون افضل وهتكوني مرتاحة كتير. وبدأت كده ان انا اقطع كده يا حبايبي الفلفل كده. جبت بقى الفلفل الاورنج وبر تمام اقطعه هو كمان. طبعا انا بحب ان اشكال الملون، فطبعا انا بكون مركزة اكتر في اللي هو الفلفل الالوان، ان انا اخزن منه كمية كبيرة. وبحط فلفل اخضر بسيط طبعا، لان انتوا عارفين الفلفل الاخضر موجود دايما، ما بتقطعش خالص سواء حار سواء بارد، فبيكون موجود جد كتير. فطبعا لما بتجيبي الفلفل الالوان ده وتقطعيه وتخزنيه لوحده عادي بدون الفلفل الاخضر عادي. وكل ما تيجي تطلعي فلفل الوان تعملي الاكله تبعك عادي تقطعي فلفل فريش اخضر، تزودي عادي الفلفل تبعك اخضر فريش. لان طبعا ما بتقطعش خالص من عندنا عشان خاطر السلطه، طبق السلطه طبعا مهم طبعا على الاكل. بدأت ان انا اقطع الشكل التاني المكعبات عشان طبعا مسقعة. دي مكعبات كبيرة، انا عاملاها مكعبات كبيرة عشان طبعا لما بشوحها في الزيت عشان المسقعة طبعا. قطعت شوية صفر كده مكعبات زي ما بوريكم كده، وشوية حمر شوية اورنج. بجد الفيديو كان جميل ومميز، يا رب تجربوا نفس طريقتي. حاولوا لما تكون الحاجة في اوانها رخيصة وكتيرة، حاولوا تخزنوا منها كمية، سواء ليمون سواء طماطم سواء بسلة جزر، كوسة. بتبقى جميلة جدا. كده خلصت الكمية اللي عندي زي ما قدامكم كده، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله.
كده المنظر، شايفين المنظر وجماله ما شاء الله. انا عملت كيلو كده فلفل، وقلت بقى اخضر الاخضر، وقلت كل ما اجي اخد منه هزود اخضر فريش اول باول. زي ما قدام كده. وهنبدأ بقى نجيب بولة عندنا او علبة بلاستيك كبيرة، وهنبدأ بقى نقلب كل نوع لوحده في العلبة زي ما قدامكم كده. وهنبدأ يا حبايبي كده هنعمل نجيب اكياس من بتاعة التلاجة بتاعة الفريزر. انا بحب ان انا اجيب الاكياس اللي هي الطويلة، بس بجيب الحجم الصغير طبعا عشان ما تكونش فيه الكيس فيه كمية كبيرة، عشان اعرف ارصهم كده في الفريزر وياخدوا المكان ما ضيقش على نفسي. وبدات ان انا اقلب كله ببعضه كده، الالوان كلها تبقى متناسقه. شايفين شكل الالوان وجميله بسم الله ما شاء الله. دي اهم حركه طبعا قبل التعبئه، عشان يبقى فيها كل جميع الالوان وانت بتحط في الكيس. بدات ان انا اجيب كيس كده واحط كده بالمعلقه. استعملت بقى المعلقه الكبيره كده، وابدا ان انا احط في الكيس، والكيس اللي املاه هربطه كويس. اهم حاجه تخرجوا منه الهواء، عشان طبعا لو انت ما خرجتيش الهواء، مكان الهواء ده هيكون مكانه تلج، والحاجه هتكون فيها تلج ومش كويس. انما لما تخرجي الهواء منه طبعا مش هيكون فيه تلج، هيكون طبعا الفلفل اللي هو متلج فقط بدون، ومفيش تلج خالص. بدأت ان انا اجيب النوع التاني اللي زي الشاورما طبعا، احط شويه من ده وشويه من ده علشان طبعا يكون كله متساوي في الالوان كلها. آه الالوان كلها كده متجانسه كده مع بعضها، بتبقى كده. وبدأت ان انا اقلبها كده، وهجيب برضو الكيس وهعبيها. لو انت حابه الكيس بيكون افضل من العلب كتير، لان العلب هتاخد مكان كبير في الفريزر. وبدأت ان انا اعبيتهم كده في الاكياس زي ما قدامكم بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بجد الفيديو كان جميل جدا ورائع. اعملوا نفس الطريقه سواء في اي حاجه من الخضار، هترتاحوا كتير وهتلاقي حاجتكم كلها عندكم موجوده بدون ما تحتاري. يا رب اكون بفيدكم في فيديوهاتي يا حبايبي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. واي حد عايز اي حاجه يطلبها في الكومنتات وانا هعملها له. وهقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.